المشهد الخامس 25 مارس 25/3/2009. كل الدكاترة قالوا خير، كل الدكاترة قالوا خير، ما عندهاش ولا أي حاجة، ولا حتى محتاجة لدواء. ما احنا عارفين شهر مارس والهوا، شوية برد ما يستاهلوش، والسن برضه ما تنساهوش. أول مرة أشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من الجوي. عجزت يما، عجزت يما وشاخ جريدك، ده انت لسه ماسحة الشقة بيدك. عجزتي فجأة، ده احنا كل جمعة نبوس ايديكي عشان نوضب شقتك وتقولي لأ. عجزتي فجأة، ومالك بيضيتي ليه؟ ياك حتى بودرة، مش كنت زيي يما سمرة؟ الدكاترة مش بيقولوا حاجة بينا، وانا قلبي متوغوش وحاسس ان امي فيها إن ما لو ما فيهاش شيء نقلق عليه، حجزوها ليه؟ أول مرة أحس دماغي بتشقق وتفكيري بيعمل صوت. ما صدقتش ولا تخيلت وأنا واقف في ساعتها بإنه الموت. رسمت الضحكة بزيادة، رسمت الضحكة بزيادة. دخلت عليها عرفاني أنا الكذاب كالعادة، ومين يكفشني غير أمي؟ مين يكفشني غير أمي اللي خبزاني وعجناني وخالعة بيدها أسناني؟ فعرفت بس من صوت إنها شهادة، وشهدت يجي 100 مرة. ساعتها كل إحساسي اللي كان مكبوت طلع برا، وهاجت ذكريات عبت عينيا دموع، وإحساس الطريق اللي ملهش رجوع. حاولت أخدعها واستهبل، حاولت أخدعها واستهبل. بقالك عمر بتمثل، وهي معيشاك في الدور وصدقت إنها بتتخم. يا راجل خلي عندك دم، دي حافظة عينيك وتقاطيعك وتهتهتك وألاعيبك، مش هاين عليك الويل. عايزها منين تجيب لك حيل عشان ما يبنش في عينيها العذاب والهم؟ يا راجل خلي عندك دم. كانت بصالي في عينيها السنين بتفوت، وجوايا الكلام من كتره عدى سكوت. جوايا الكلام من كتره عدى سكوت. كان نفسي أقول ندمان، أقول خجلان، أقول لك إني يمايا بحبك حب مش معقول. ما عرفتش ساعتها، الحلق كان مكفول، لكن القلب كان مفروط على قلبك وكان بيقول بحق حروف آيات الله اللي حافظها على يدك. ومن أيام ما كنت بعد على يدك وعلى عدك، وفرحة خدي يمايا وهو نايم على خدك. وقسما باللي قام حدي وقام حدك ما حبيت في الوجود قدك. جاي دلوقتي تتنغوج، جاي دلوقتي تتنغوج، بتستعجل في ساعة الموت وتتلهوج. ما بنحسش بقيمة الثانية غير بعدين، وتسرقنا الحياة ما نفكش غير والموت مبكي العين. يا شاقة القلب ومسافرة، خدتني الغربة من حضنك سنين كافرة. نسيت نفسي أنا آسف، قالولي الغربة بتعلم دروس وحياة، وإن الغربة يمايا دي طوق ونجاة، أتاريها حزام ناسف. أنا آسف، معادنا يما في الآخرة، وهي الدنيا إيه يما محجة منهتة ومعافرة. خلاص خلينا للآخرة، وحتى تكوني محلوة وعليك العين، ووريك العيال يما بيجم بالتين. وجبت الواد يا ستي عشان ما تتضايقيش، حوصيهم حوصيهم خلاص يما ما تخنقنيش.
هوصيهم. أفراد عيلة هشام المدهشة، دي تعليمات جدتكم المفتشة. ممنوع تناموا في أي يوم، أي يوم، قبل ما تصلوا العشاء.